قبل ما اقول لحضرتك شكرا على وقتك وانك انت منحتنا هذا الشرف، ولكن خليني صدي الكاميرا زي ما بيقولوا او لقطه بدون مونتاج. زميلنا هشام الرباط وهو بيعمل اللقاء مع الكابتن ابراهيم حسن ساله سؤال خاص بالاحبال، فالكابتن ابراهيم بص له بصه غريبه جدا. ايه يا عم احمال ايه؟ مش عايز احكي لكم، تعالوا نشوف. زميلنا شريف الجمال رصد لقطه اليوم بدون مونتاج، واخد تعليق سياده المستشار عليها وارجع لكم تاني. هل في مدرب احمال في الفتره اللي جايه مع نادي الزمالك، خصوصا مع الكلام اللي بيتقال ان نادي الزمالك في اخر المباراه بيكون اللياقه البدنيه بتاعته قليله شويه؟ المفروض السؤال بيبقى او الناس اللي بتسال تبقى فيه هدوء او عقل برضه في السؤال. المفروض السؤال بيبقى او الناس اللي بتسال تبقى فيه هدوء او عقل برضه في السؤال. احنا مش بنورط زميلنا هشام الرباط، ولكن هي كان لقطه ردة فعل الكابتن ابراهيم حسن كانت ملفتة للنظر. وميزة ابراهيم انه صريح. يعني ما لما بيتكلم اي يعني بيقول يا عم يا احمال ايه احنا فايزين على المقاصة والدنيا زي الفل. سيادة المستشار سعدت بك واتمنى تكرار هذه الزياره وان شاء الله. انا سعيد باللقاء والله النهارده ربنا جدا يخليك. يعني المئويه شخصك وقدرتك على اداره هذه الندوه يعني. ربنا يخلي حضرتك، واتمنى ان نكون سويا في اعظم مئويه لنادي عريق باسم نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله يعود الاستقرار والهدوء لنادي الزمالك وتاتي البطولات على يديك باذن الله. يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، من اسطوره نادي الزمالك صاحب التاريخ الكبير المستشار جلال ابراهيم انهي الجزء الاول من حلقه اليوم، ومعايا بعد الفاصل ياسر حفني بطل العالم في كره السرعه المفترى عليه من الاتحاد المصري لكرة السرعة. ياسر معايا في الجزء الأخير من حلقة اليوم، انتظروني. بشكركم على المتابعة وعلى هذا المجهود الكبير لزمايلي في فريق الإعداد والمخرج شريف الجمال. الجزء الأول للمستشار جلال إبراهيم، ولكن خلوني أطلع لفاصل مع مباراة الداخلية والرباط والأنوار في الممتاز به، التقرير اللي احنا ما زعناهوش بالكامل يوم الخميس، وعشان ما نزعلش حد مننا نشوف ماذا قالوا بعد المباراة ونرجع نستقبل ياسر حفني بعد هذا الفاصل.